ازيكم؟ رجعنا لكم مع حلقة جديدة من حكايتها بودكاست. أنا الحكاية بوش يور باشن. النهاردة الحكاية جميلة قوي، مختلفة تماما جدا، هنستمتع بيها سوا مع الضيفة بتاعتنا النهاردة اللي هي أم وجدة كسرت كل الحدود والأنماط للست المصرية المعتادة. عملت حاجات مش ممكن نتخيل إنها ممكن تتعمل، سواء كانت وهي صغيرة أو سواء كانت وهي في مقتبل العمر أو سواء كانت وهي في ربيع أحلى أيام حياتها. هي أول امرأة عربية تقلد ب ايرون مان. طبعا عايزين نسميها ايرون وومن مش ايرون مان، بس هي ايرون. طب ايه هو الايرون مان؟ ويعني ايه الرياضية العالمية اماني خليل تبقى معانا النهارده؟ اهلا بيكي اماني. اهلا بيكي. وانا متشرفه جدا بيكي معانا. انا اسعد وبصراحه سعيده جدا لما شفتك اول مره، انا انبهرت واديتيني كده ايجابيات رهيبه وبصراحه يعني هو مش رياضيه قوي، بس يعني بقيت ارجع اركب العجله على طول. طب الحمد لله. قلت لا مش معقول، خلي عندنا دم بقى شويه. لا ما شاء هايل هايل. الله، حاجه جميله جدا. وطبعا شكرا نفسنا شكرا. ان احنا نلهم سيدات كتيره عن ازاي بنقدر نكمل المسيرة، وازاي بنقدر نواصل ما شاء الله ونشتغل على نفسينا عشان نقدر ان احنا بشغفنا وهدفنا نطلع احسن ما عندنا. فأماني لو النهاردة بنتكلم على حكايتها، حكايتك ايه؟ حكايتي هي الحلو في حكايتي انها جت كده باي تشانس، يعني ما كانتش بلاند. انا سبحان الله اتخرجت من الجامعه وعايزه اشتغل في مجال البنوك زي والدتي واكمل المشوار ده. اتجوزت وجوزي طلب مني ان انا اسافر على امريكا عشان الدكتوراه بتاعته. فدي غيرت مسير حياتي خالص يعني بصراحه. بس انا شايفه للاحسن. الحلو فيها اني انا بطبيعتي بحب اصحى بدري. اولا انا كنت رايحه مع جوزي علشان اقف جنبه واسنده في الدكتوراه، وان انا كنت هكمل دراستي يعني. اللي حصل ان انا كنت حامل، ما كنتش عارفه. فدي غيرت حياتي. بس انا بطبيعتي بحب ان انا اعمل حاجه واشغل نفسي. طب انا هعمل ايه واحنا هناك في امريكا؟ انت ما فيش سبورت ولا حد يساعدك ولا حد يجيب لك ده او يعمل لك ده، فكله معتمد عليا. فطبعا خدت الرول ده. كنت بطبيعتي بصحى الصبح بدري، لقيت ناس بتجري في الشارع. ايه ده؟ وشكلهم حلو وانا بحب الرياضه عامه. فعجبتني وقلت يعني الصبح بدري انا هعمل ايه؟ كده كده ولادي نايمين وجوزي نايم، فجنب بعض نزلت اخدت بعضي ونزلت اجري معاهم. فعلا عجبوني جت كده جدا. يعني. بس هي دي كانت البدايه. التريجر، المحفز بالظبط. اولا لقيتها سهله، ما كانتش يعني طبعا انا ماليش في الجري، ما كنتش اعرف اجري خالص يعني. اه انا كنت اصلا بلعب باسكت، فكان المدرب لما يقول لي اجري حوالين الملعب كانت بالنسبه لي حكايه. اه لكن في انك تجري بره في الشارع، وانت عارفه امريكا برضو فيها مناظر جميله. عجبتني دي. احنا في مصر ما نقدرش نجري في الشارع يعني. حد يجري وراكي على طول. لا بالظبط على رأيك يعني. فكانت حلوة، عجبتني جدا. فلقيت نفسي ان ما كملتش معاهم، بس جريت شوية. هم كانوا بيساعدوني بيزقوني. فروحت البيت لسه ولادي نايمين وكله. الطاقة بقى اللي جات لي، ياه! انا قلت ايه ده حاجة حلوة قوي. ولا بقى ماديسن ولا يحزنون ولا ده، طلعت حاجة كده لله ان انا بس اجري في الشارع ما فيهاش مشكلة. بدأت بقى كل يوم أصحى الصبح، أنا كده بصحى بدري أنزل أول ما الولاد ما يكونوا لسه نايمين وكده، أجري حوالين المنطقة عندي. ولقيت نفسي حد شافني بجري، قالت لي أنت بتجري كويس جدا، ما تخشي معانا سباق في هي في مش قرية، المنطقة، المنطقة اللي احنا في المنطقة فيها. اللي انت فيها. فقلت لها أنا ما عنديش أي فكرة، قولي لي أعمل إيه. راحت جابت لي الورق وسجلت اسمي ودخلت السباق وخلصت أول 5 كيلو. وخلصتهم حلو يعني، كان في وقت كويس أو هم قالوا لي وقت كويس، أنا ما فهمش. فعجبتني ايه ده، وحسيت من نفسي ايه ده ممكن اعمل حاجه انا ما كنتش اتخيل اعملها. ممكن اعملها. ال5 كيلو دي كانت بدايتها. دخلت على 10 كيلو، دخلت على 15 كيلو، 21 كيلو،
وبقى من 21 ل 42 كيلو قبل ما جوزي ياخد الدكتوراه بشهرين. سبحان الله. خدت الميدالية بتاعتي كده وأنا فرحانة إن أنا عملت 42 كيلو جري، ده اللي هم بيسموه الماراثون. دي كانت نقطة تحولي. أنا لا، ده فيا حاجة فيا بقى أنا معرفهاش وكده. وأولا بتساعدني ولقيت نفسي تديكي طاقة إيجابية جميلة وبتغير مودك وبتعمل واسمي عملت حاجة. صح. وعملت حاجة لنفسي صح. يعني. بس رجعنا مصر، ودي بقى كانت الشوك الكبيرة بالنسبة لي، لأن جوزي طبعا كمل بقى في الجامعة وبيدرس بقى في الجامعة. طب أنا هعمل إيه؟ وطبعا لاقية إن مصر مفيش حد بيجري في الشارع، وولادي كانوا 4 سنين سنتين و4 عملتي ايه في سنين. الجري وانتي في مرحلة الولاد؟ عشان انت عندك كذا، عندك 3 ما شاء الله. عندي 2 عندك ولدين. 2 اوكي. وانا في امريكا يعني. ما هو يعني كنت بجري الصبح بدري. بس حتى الصبح بدري. حتى انت وانتي حامل كنتي برضو بتجري ولا بعد الدليفري؟ لا، كان بصراحة مينلي بعد الدليفري. لا أوكي. بصراحة مينلي بعد الدليفري. لكن اللي كمان وانا هناك في امريكا شفته، ودي برضو يعني هنتكلم فيها بعدين I'm sure، ان لقيت جيم جنب البيت وبيقدر ياخد مني الولاد وهم صغيرين، لان كانوا ولادي لسه بيبيهات، وتقدري تلعبي رياضه واقدر العب بقى رياضه. فكنت بعمل الايروبكس. أوكي. كان لسه جديد عليا بقى، ما كنتش لسه اعرف ولا جين فوندا ولا سامية علوبة ولا انجي الصلح. فكان بالنسبه لي ايه ده حاجه جميله جدا. أيوة. فبدات العبه بقى لمده ساعه واروح. فكان ده اللي بيديكي كمان الفتنس للجري بتاعت اللي انا بجريها الصبح. اوكي. فاندمجت فيها. ومش هنكر عليكي، مره حماتي جت تزورني وانا في امريكا، قالت لي ايه ده انتي بتعملي حاجات كويسه جدا وما شاء الله شكلك كويس بتعمليه حلو. ده في مصري لما يصدقوا يلاقوا حاجه زي كده. انا ما اعرفش بقى لسه ايه اللي في مصر يعني. فقلت طب وليه لا ما اعمل الشهاده. قبل ما برضو ما جوزي ياخد الدكتوراه رحت عملت السيرتيفيكيشن، خدت الشهاده ان انا اكون مدربه ايروبكس، وعملت الفول ماراثون بتاعتي في امريكا. ورجعت مصر. واحنا راجعين مصر على اساس ان احنا هنكمل في مصر على طول. فحياتي في مصر ما كانتش سهله عليا بصراحه. اولا ان انا انزل الصبح بدري في الشارع، وبعدين طبعا جربت مرة كده الكلاب اللي تجري ورايا، للأسف المعاكسات، حتى العربيات. لا أنا طول حياتي وأنا بتمرن زمان وأنا صغيرة بتمرن جوه نادي. في إن أنا أطلع برا النادي وأتمرن في الشارع ده حاجة تانية مختلف. بس في أمريكا متعودة على كده. لكن في مصر كانت مختلف. بيني وبين نفسي بصراحة قلت يعني هي مش عيب، وليه لأ، ليه ما عملهاش. فقررت بقى ان انا احط بتاع الواكمان، كان وقتها وقت الواكمان، واحط الواكمان وما اسمعش لحد، بس اخد بالي وانا هجري. فكنت بنزل الولاد للأتوبيس المدرسة واجرب اجري حوالين البلوك اللي هو مكان فيه بيتي. لقيت صعوبات ولقيت كلام مش لذيذ، بس يعني زي ما بقول لك كده ما دام معايا الواكمان. والزمالك برضو كانت يعني هاديه شويه. شويه بدات بقى اكبر اكتر، اخش بقى على الجزيره كلها واجري الجزيره كلها. الجزيره تقريبا 8 كيلو، وكنت بعملها الصبح. اتبسطت جدا وعجبتني. وكنت بدرس بقى الايروبكس عند سامية علوبة أول سنة، وبعدين دخلت بقى على نادي الجزيرة عشان يبقى جنبي. ليه؟ لأن الولاد كانوا كبروا وكان تمريناتهم كلها في نادي الجزيرة. كملت المشوار، عجبني جدا. فكنت كل يوم أنزل الصبح أجري وأروح أدرس في نادي الجزيرة. اللي حصل إن حد في الإيروبكس قال لي أنت عارفة إن في ماراثون هنا في مصر؟ أنا قلت إيه ده، في ماراثون يعني سباق؟ فقالوا لي قلت لهم فين؟ في الأقصر. ايه ده؟ طب ازاي اسجل؟ قالوا لي اسجل ازاي؟ وسجلت. اول ماراثون ليا اعمله في مصر كان في الاقصر. ازاي بقى كان في 42 كيلو. رحت بقى، طبعا كنت بتمرن لوحدي، ما كانش معايا لسه، ما اعرفش بقى موضوع مدربين وكده، بس بجري. وانا كنت اصلا عندي خبره ال 42 كيلو جريتها في امريكا. فاللي حصل اني وانا هناك طلعت الثالثه.
2 يابانيين الأولانيين، وأنا كنت التالتة في إن مصرية تطلع على البوديوم في 42 كيلو كانت حاجة كبيرة جدا. فلقيت بقى مجموعة هناك ناس تعرفوا بيا وشافوني، فقالوا ايه ده انت هنا مصرية وعايشة في مصر؟ قلت لهم اه. فقالوا لي احنا معادي رانرز وبنجري في المعادي، هم معظمهم اكسباتس اجانب. فده السبب ان هم كانوا بيعملوا الماراثون هناك في الاقصر كمان بالذات. فهم اكسباتس عايشين في مصر وبيجروا في المعادي. فقلت لهم ايه ده، طب انا ممكن اشترك معاكم، بس انا اللي هعمله ان انا هجري في وسط الاسبوع، لان انا عشان ولادي لسه صغيرين هجري التمرينات بتاعتكم في الزمالك اللي هي في نص الاسبوع، وفي الويكندز هطلع معاكم المسافات الطويله. فكنت بعمل كده، اشتركت معاهم بقى. اول ماراثون بيعملوها دايما كانت مدريد اول واحده معاهم، بيعملوها دايما في اي في عالميه يعني. اوكي. عملت 16 ماراثون دولي معاهم لغايه لما ولادي خلصوا المدرسه ودخلوا على الجامعه. دخلوا على الجامعه من هنا اهو، وانا لقيت نفسي فاضيه بقى، ولا هروح اودي ده ولا اجيب من ده ولا عيد ميلاد ده ولا درس ده والكلام ده كله. فلقيت نفسي فاضيه. سبحان الله، جت بنت جميله جدا عن طريق حد يعرفني، عايزه تتعلم الجري. فبتقول لي ممكن اجري ماراثون، وكان عندها 23 24 سنه يعني. قلت لها طب الباك جراوند بتاعك ايه عشان تجري حاجه بالمسافه دي؟ قالت لي انا بعمل حاجه اسمها الثلاثي. الثلاثي؟ ايه ده الثلاثي؟ ده عبارة عن سباحة، وبعدين تعملي العجل، وبعدين الجري. طبعا انا بقى عجل ما عنديش، ولا اعرف عجل، ولا عمري ما ركبت عجل. ف يعني ركبت وانا صغيرة عجلة صغيرة، بس يعني مش عجل بقى سباق. فقلت لها طب هقول لك ايه، انا نفسي اعمل اللي انت بتعمليه ده، وما عنديش مانع، انا هعلمك الجري وانت قولي لي اروح اتمرن فين الحاجات دي. فقالت لي انا بتمرن مع فريق في نادي الزمالك في نادي الجزيره، والعجل بنضطر عشان مسافات يعني بتبقى بعيده شويه بنطلع عند شيخ زايد. قلت لها طب انا هجيب عجله فين الاول، قولي لي اجيب عجله منين. ومش هنسى ابدا ان انا اروح اجيب عجله، قلت لها عايزه عجله زي بتاعتها بالظبط. رحت جبت العجله وانا عندي 47 سنه وما اعرفش اركب عجل. فعملت ايه، قلت لها استني عليا شويه بس، ايه انا هتمرن العجل لوحدي عشان اطمن ان انا ما وقعش. ففعلا خدت العجله وكنت بلف بيها الجزيره بقى الساعه 5 الصبح والناس نايمه عشان ما يحصلش حاجه. وطبعا وانا لسه مش متمرنه ان انا اركب عجل في وسط يعني في وسط البلد. بس انا عايزه استوقفك هنا في حته مهمه جدا، لان انا حاسه بالشغف قد ايه اللي خلاكي تبقي عايزه تروحي الاتجاه ده. انت كست برضو مش سهله، عندك جوزك وعندك عيالك وعندك بيتك وعندك اسرتك، وفي نفس الوقت انت very much او يعني مستمره بكل ثبات وقوه في الاتجاه ده. القوه الداخليه دي كانت جايه من اني حته فيكي كسيده؟ انا حاسه ان انا بحب طبيعه السبورتس. احلى حاجه عجبتني فيها بصراحه ان انا اقدر اعملها بجانب ان انا اربي ولادي. اوكي. مش هتاخد من وقتي، لان انا عايزه اقول لك كان في فرصه ان انا ارجع تاني للشغل. ما خلاص بقى جوزي خلص دكتوراه وممكن ارجع الشغل. بس كنت مش عايزه اغير اللايف ستايل بتاع ولادي، وكنت مبسوطه باللي انا بعمله معاهم ومديالهم وقتي كله، وفي نفس الوقت بعمل حاجه حلوه ليا. فعجبتني ان انا اقدر احقق واخش تشالنجز. انا من نوع طبيعتي انا بحب التحديات. فالتحدي حلو وتحدي مفيد ليا واقدر اعمله بجانب ان انا بربي الولاد. فتعلمتي الثلاثي. فتعلمت الثلاثي. اوكي. رحت بقى جبت العجله وقعدت اتمرن الصبح، وياما وقعت وياما كل حاجه، بس ما حدش دريان. واللي حلو في الموضوع ان جوزي وولادي كانوا موافقين ومبسوطين بيا، مبسوطين ان انا حتى بفكر انا اعمل حاجه زي كده. فكمان عندي التشجيع من جوزي وولادي، ليه ما اعملهاش؟ صح. طبعا عندي صحاب كتير كانوا مش ضدي، بس كانوا ايه اعملي اللي بتعمليه ده، يعني واحده ست كبيره في سنك ده وام هتنزلي بقى في وسط الشارع على عجله، يعني انا مش هنساها. يعني انا اللي ضايقني في الموضوع اني ليه، هو مش عيب، مش عيب خالص. احنا بنحط للستات ولنفسينا تابوهات كده، اللي هو ايه اللي يخليك تنزلي عجله في الشارع؟
عيب قوي على فكره، ما وده على يصحش. فكره دي كان من ضمن الحاجات ودي- اللي زقتني، اكيد. عشان لو انت بتساليني ليه آه. ده، لا انا عايزه اثبت ان تقدر تعمل اللي هي نفسها تعمله، مم. مفيش حاجه، مم. وده مش عيب، العجل مش عيب. مم. فلما اتمرنت مع نفسي شويه وكده، وبدات بقى ابقى واثقه شويه من العجل، رحت بقى مع صاحبتي دي البنت اللي هي جات لي، وعمري ما اقدر انسى لها الجميل ده ابدا يعني، ان انا اتمرن مع الفريق بتاعها. طبعا انا رايحه بقى وحاسه ان انا جاهزه وكده، والاقي الفريق كله معظمهم سن ولادي. لا لا لا، انا قلت يا نهار ابيض، هيقولوا عليا ايه بقى، وهيقعدوا بقى يتريقوا عليا ويضحكوا. بصراحه ما كانوش كده خالص. مم. لا 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 لا، يعني في التشجيع اللي خدته منهم كان برضو جميل، زي فكروني بقى انا كنت في امريكا. جزء منها كانوا مبهورين ان انا كأم بفكر نعمل كده، ومبسوطين مني ان انا واخده القرار ده، وجزء منهم إن يعني ليه لا اصل طبعا يعني. قله قليله اللي بياخدوا القرار ده ويخشوا جوه الرياضه ويعملوا الموضوع بشغف، لان مؤمنين بالقصه. طبعا. دي اللي احنا دايما نقول، ان انت طول ما عندك هدف معين في دماغك مهم. انت نفسك مهم. تعمليه مهم. وانت شغوفه بيه، فجاه بتلاقي نفسك بتكسري كل الحدود وبتكسري كل الحاجات اللي ممكن يبقى فيها معتقدات ان لا مش هتنفع، اصل انت لا الست هتعرفيها. دي مش هتقدر، هتعرفيها ازاي اذا كنت اذا لازم انت هتجربيها بالظبط. وده اللي انا عملته. وده اللي بنخاف نعمله. ما هو هتجربي لا بلاش، الخوف دي بنخاف بقى من آه. الناس، بنخاف من المحيطين بينا، بنخاف من شكلنا. الحاجات دي كلها ما ينفعش ان احنا توقفنا عن اننا نفسنا نعمل حاجه لنفسنا، لان دايما الستات طبعا مش هقولك الكلام اللي خدته وانا على العجله، لا كان كلام بجد انا بقول بيوجع. ليه الناس تعمل كده ليه؟ آه. بس انا ده بالصراحه اللي زقني ايفن زياده، حافز لا. اكتر. بقى انا هوري لك بقى انا بعمل ايه. يعني انا مش هنكر عليكي، كان في كده محطه جنب الماريوت، سواقين التاكسي اللي بيبقوا هناك اللي بيستنوا الزباين وكده، ياما خدت تريقه، ياما الناس دي يعني كانت صعبه عليا قوي قوي، وناس كبار يعني. لكن لما نجحت وطلعت على التلفزيون، الاحترام اللي خدته عامله كان بجد الاحترام. صحابك بقى قالوا لك ايه اللي كانوا بقى بيقولوا لك هتعملي ده؟ طبعا كانوا يعني، لان خدت بقى طبعا ما بقتش بقى اخرج معاهم، ما بقتش اروح اخد كافي معاهم، ما بقتش اقابلهم في النادي، لان كل وقتي كان للتمرين بصراحه، لان عايزه اثبت نفسي. صح. فالتمرين عشان اوصل للي انا عايزاه لازم اتمرن، لان لقيت الولاد كام ساعه في اليوم؟ لا انا وصلت في الاول لما عملت الاولمبيك اللي هو مسافات لسه قليله في الثلاثي، كنت بتمرن مثلا 2 3 ساعات في اليوم. اوكي. فطبعا ببقى مهدوده. خدتي اول بطوله في الثلاثي؟ كان الثلاثي بقى اول حاجه عملتها، لاني كنت لسه مش في السباحه كويسه، فبدات بحاجه اسمها الدواثلون. الدواثلون اللي هو بس عجل وجري. لاني كنت لسه مش متعوده على المسافات بتاعه السباحه، فدخلتها وطلعت رقم كويس جدا، وكنت اكشلي الام كمان اللي طلعت بالوقت ده الرقم ده. فقلت لا، يبقى انا هشد حيلي بقى واتمرن جامد السباحه. فعلا ده كان في شهر يونيو 2014. ديسمبر 2015 دخلت اول سباق تراياثلون كامل بقى. ودخلت الاولمبيك اللي هو كان تقريبا 1.5 كيلو سباحه و40 كيلو عجل و 10 كيلو جري. اوكي. طبعا كل صحباتي يا بنتي ده ايه ده المسافات دي، يعني انت الكلام ده 10 سنين. من 10 سنين. النهارده وصلتي لايه؟ لا النهارده طبعا نقطه التحويل بتاعي بقى اللي خلاني ان انا اكمل واقول مفيش مستحيل، لما عملت الايرون مان. الايرون مان ده اللي كانش حد يخطر على باله. ده بيبقى ايه، خماسي بقى؟ ده ثلاثي بس برضو؟ مسافاته بقى ايه طويله. انت عندك 4 كيلو عوم في البحر المفتوح، وبعدين 180 كيلو عجل، وبعدين بخش في 42 كيلو جري اللي انا الماراثون اللي انا كنت بعملها لوحدي. فان انا احط ال3 مع بعض ده ما كانش سهل في وقت معين، وده كان تدريبه مثلا كنت بخش في 7 ساعات في اليوم. بيبقى وقت معين بتخلصي لازم اخلصه في خلال 15 ساعه. اوكي. انا خلصته في 13 ساعه و11 دقيقه، وده رقم
وده كان رقم حلو جدا. آه. وكان يعني هو ما كانش كمان بس الرقم. انا لما دخلت يعني انا ما كنتش مصدقه، لان ما كنتش مصدقه ان انا ممكن اخلصه. انت كان عندك بصراحه كام سنه وقت؟ كان عندي 50. 50 سنه. عشان كده بقول لك كان نقطه حياتي ان انا اتم 50 سنه واخلصه. دي كانت حاجه كبيره دي قوي تحول. عندي. مم. عايزين نتكلم شويه على مشاعرك انت بقى كأماني في الفتره دي بالذات، قبل ما تاخدي الايرون مان. مم. هل جالك فتره حسيتي فيها ان انت عندك قله ثقه بنفسك؟ حسيتي بخوف؟ ازاي قدرتي تتغلبي على المخاوف دي او الاحاسيس اللي كانت؟ تكلمينا عن الاحاسيس وكلمينا ازاي قدرتي تعدي القصه دي، عشان دي نقطه مهمه. بصي لما افكر فيها طبعا كان عندي خوف. اول خوف كان ان انا انزل الشارع الصبح، يعني انا كنت بنزل الساعه 5 الدنيا ضلمه. مم. لكن برضو الهدف اقوى. الخوف التاني ان الكونديشنز، معرفش بقى بتسميها ازاي بالعربي، ظروف. الظروف بتاعت في الخارج في السباقات غير الظروف بتاعتنا في مصر. مم. هناك عندهم جبال، عندهم البحر هايج، بحر رف، قوي. مش زي انا بتمرن في حمام سباحه. صح. فكل الحاجات دي انا ما خطرتش على بالي الاول، لكن لما رحت وسافرت وشفت قلت يا نهار ابيض، هو انا ايه اللي دخلني في الموضوع ده؟ مين زقني؟ مين اللي زقني؟ لان برضو انت بتفكري انك صح. وانا يعني برضو عايزه اعيش لاولادي. آه. وانا لا، خفت. رجعت بقى يعني اقول لا، في الهدف ان انا هحاول، ولو قدر الله ان انا ما قدرتش خلاص هوقف. فده حطيتيه في دماغك. فده كنت حاطاه، فالمايند سيت ده كان موجود، وهو ده اللي خلاني امشي. اوكي. بس ما قاليش اقف، لان كنت هزعل من نفسي. انا عارفه كويس قوي، وده طبيعتي. لان أنا برضو بحب التحديات. بس كنت very cautious، وان انا ما بعملش حاجه كده، لا بتمرن ليها وكده. هي مشكلتي بس اني بتمرن نفس الظروف ولا لا، دي اللي ما كانتش بايدي. بس بصراحه الهدف هو اللي خلاني انسى الخوف، انسى التعب، انسى لان انا عايزه احققه. الايرون مان عملتيه فين؟ ال 15 ساعه؟ ال 13 ساعه دول اللي انا خلصت فيهم عملته في اسبانيا. في برشلونه. وكان في الصيف ولا شتاء؟ كان في اكتوبر. يعني كان شتاء. اكتوبر كان شتاء. ما كانت الميه ثلج. ثلج. يا نهار ابيض، الميه كانت ساقعه. بس سبحان الله انا نزلت الميه من هنا برضو الادرينال 5 دقايق وانا وخلاص ايدي متلجه، وبعد كده حسيت المكنه شغاله. مكنه. وفعلا هو ده اللي كان زقني يعني. اوكي هايل. النهارده بقى تقولي الاماني ايه من 20-25 سنه، وانت النهارده عايزه تقولي لها ايه وتشكريها على ايه وتعاتبيها على ايه ونفسك تكملي في ايه؟ واو. بصي لو انا هكلم نفسي، اولا هقول برافو عليك يا اماني بجد، لاني لو قالوا لي اعيده تاني هعيده تاني بجد. لان لا انا فخوره بنفسي بصراحه، مبسوطه ان انا خدت القرارات دي، ما خفتش. انا طبعا كنت خايفه بس ما وقفتنيش. فلاني من 25 سنه لو قلت لي ان انا هعمل اللي انا عملته ده دلوقتي، كنت هقول لك مجنونه رسمي. وحتى جوزي كان بيقولها لي انت مجنونه رسمي يا اماني، متاكده؟ قلت له انا ان شاء الله هحاول. بس من 25 سنه ما كنتش كده. فاني انا امشي مع التحديات دي واوصل لها وبنجاح، واقدر اوصل مسج لناس ستات، بالذات ستات في مصر كتير انها ممكن تعمل ده. فانا بالنسبه لي ده انا مش عايزه اكتر من كده بصراحه، بس عايزه اكمل. ايه اللي نفسك فيه؟ ان انا اكمل طول حياتي، ان انا اكمل الرياضه. ايه الخطوه الجايه او الهدف الجاي اللي انت بتسعي ليه دلوقتي؟ يعني انت خلاص خدتي ايرون مان. ان ربنا يبعت لي تحديات جديده اقدر اكتشفها. لان انا بكتشف نفسي فيها. لكن انا عايزه اكمل بصراحه يعني. اوكي. في عتاب عايزه تقولي الاماني؟ لا خالص بصراحه. لا يعني انا زي ما بقول كده، انا مبسوطه ان انا كملت. ولادك رياضيين؟ واحد منهم رياضي زي شويه،
والتاني زي باباه بوكورم يموت في الكتب. فطالعين بس بيحبوا الرياضه، بس طبعا مش عايزه اقول لك قد ايه فخورين لما بيشوفوني. أكيد. دايما بحس أكيد. بيهم جدا. أكيد. ودايما يقولوا لي مام احنا اتعلمنا منك كتير جدا، ان مفيش حاجه توقفنا. المثابره دي المثابره والتحدي. اماني، قدرتي تغيري في اي سيدات في المحيط بيكي؟ طبعا يعني طبعا في ناس طبعا ودي عايزه اقول لك عملوا خطوه مختلفه بعد ما كانوا قاعدين طبعا على الكراسي انا عايزه اقول لك نزلوا الملاعب ولا مش نزلوا الملاعب، بس غيروا من حياتهم. غيروا من حياتهم. يعني زي ما بقول لك اللي كنت باخد فيها تريقه، لا دلوقتي الستات ما شاء الله. انا عايزه اقول لك ان لما خلصت الايرون مان اللي نجحت فيه، خدي بالك انا اول واحد فشلت فيه. اللي نجحت فيه لما جيت اخش تاني الايرون مان، لان ده كان هاف ايرون مان. الفول ايرون مان عملته مره واحده. الهاف عملته 5 مرات. تاني واحد دخل 97 مصري ومصريات. يعني ياه قد ايه دي صغيرين ولا لا والله الرجاله بس هم اللي كانوا كبار شويه. كانوا في سني، لكن الصغيرين كتير وكانوا حلوين جدا وكانوا هايلين. بس ما شاء الله الستات دول كبروا ما شاء الله ولا وفي دلوقتي من صحباتي عملوا الايرون فعلا. فعلا لا دي خطوه جريئه. لا فانا مبسوطه جدا. انت بتدربي لسه النهارده في نادي الجزيره؟ لازلتي؟ لسه بتمرن في نادي الجزيره ولسه بتمرن حاجات كتير، لان زي ما بقول لك كده الايرون مان خلاني اعرف ان مفيش حاجه اسمها مستحيل. فدخلت التأديف وانا عمري ما كنت بعمل تأديف. دخلت الماونتن كلايمينج، طلعت كليمانجيرو السنه اللي فاتت، فعملتها السنه اللي فاتت. فدي بيوريكي قد ايه لما الواحد بيطلع بره الكومفورت زون بيكتشف نفسه ويقدر يعمل حاجات. مش متخيله انك ممكن. عمري ما كنت متخيله. الوحيده بس اللي كانت خايفه عليا زياده عن اللزوم كانت امي. لكن وليها حق طبعا، بس كنت دايما بقول لها كنت طالعه كليمانجيرو والايرون مان، هي شافت انا اتمرنت ازاي يعني. فكانت دايما خايفه عليا، لكن ولادي وجوزي كانوا واثقين فين، شايفين ان انا لا قدها وقدود. اوكي طبعا لما بيكون حوالينا ناس تساعدنا وتساندنا وتدعمنا بتأثر جامد جدا في الدفعه وفي القوه وفي كل الحاجات اللي بنحققها. انت بتعملي نفس الحاجه مع الولاد؟ بصي اللي انا بجانب برضه الولاد، الحاجه اللي انا عايزه اقول لك ماشيه دلوقتي في مصر وانا سعيده بيها جدا جدا، وقد ايه بتفرق. وانا من ضمن الناس اللي كنت بشجع كده الكوميونتي، سبورتس كوميونتي. طبعا لان خدي بالك انا كنت في التسعينات ما كانش عندي حد اقدر اتمرن معاه ولا يجي يطلع معايا عجل. ده انا كنت بطلع الطريق السخنه ده وانا لوحدي. لا كانت صعبه. لكن دلوقتي ما شاء الله الطريق السخنه بقى مليان عجل. صح. طريق الزمالك بقت مليانه ناس بتجري. السباحه بقى في بطولات كميه ناس بتنزل تعوم رايحه بعد السن ال25 عشان ده الماسترز. بقوا دلوقتي بينزلوا في سبورتس كوميونيتيز للسباحه. صح. فدي حاجه بصراحه جميله ومبسوطه، ويا رب تكمل على طول. المجتمعات الكوميونتي دي مهمه جدا، مش بس على مستوى الرياضه، على مستوى كمان كل حاجه. احنا برضو بنشتغل على كوميونتي للسيدات اللي هو نقدر ان احنا نديهم دفعات ايجابيه، نديهم الهام من كل السيدات اللي قدروا ان هم يعملوا حاجات مختلفه. وده هدفنا معانا في حكايتها بودكاست، ان احنا نسلط الضوء على الحاجات اللي هي يا جماعه انتوا بتتخيلوا ان ده مستحيل. هو مش مستحيل على فكره. طبعا مش مستحيل وبيتعمل. ومش بس في السن الصغير، لا في السن 50 سنه ما حدش بيتخيل 50 سنه. واحد طبعا انت عارفه الاحباطات بقى موضوع ان انا تميت 50 سنه وعملت الايرون مان ده هو اللي خلى الدنيا تنطق بالشكل ده للسيدات. صح. ان الله دي واحدة عندها 50 سنة تقدر تعمل كده. واحنا كنا بنقول لما بعد ما نعدي ال50 خلاص بقى راحت علينا. لا ما راحتش عليكي خالص في أي سن خالص. بالظبط كده. بصراحة أماني أنا سعيدة جدا بيكي، سعيدة جدا بمثابرتك والحواجز اللي انت تحديتيها وعديتيها بنجاح ما شاء الله. لله. مع المحافظة مع أسرتك، مع المحافظة على عيلتك، مع المحافظة على أولادك، ربنا يخليهم لك. وعندك أحفاد متهيألي. عندي أحفاد مستنياهم عشان يبتدوا يجروا معايا. مش كده؟ دي هتبقى الجيل الجديد بقى. دي نقطة جامدة جدا. أنا سعدت بيكي جدا
اتشرفت شكراً. بيكي، واتمنى ان احنا نقدر نلهم سيدات كتيره جدا في مجتمعنا المصري اللي هم متخيلين ان انا كبرت فبالتالي مش هقدر اعمل حاجه. مهم. لا، مفيش حاجه اسمها كبرت على اي شيء انت نفسك فيه. فكري ايه هو شغفك، خلي يكون عندك هدف عشان مهم. تقدري تطلعي احسن ما عندك. بالظبط. متشكره جدا، أنا شرفتيني. شكراً. شكرا ليكم جميعا مع حكايتها بودكاست، وانا الحكايه.